يلا بينا اوريكم فلوج هونج كونج. انا ظبطت الرحله ديت انا وصاحبتي تبقى جيرلز تريب كده لكام يوم. اول حاجه عجبتني في هونج كونج هي المترو، سهل جدا التنقل بيه وكمان بيوصل لكل حته وكل حاجه بالانجليزي والصيني، فيري تورست فريندلي، وكمان الناس منظمين قوي ونضيف جدا. وكل المحطات اللي في المترو هناك فيها محلات كتير بتبيع سناكس وبتبيع حاجات مختلفه، واحسن حاجه ان كل المحلات ديت بتقبل الاكتوبوس كارد، والاكتوبوس كارد ديت اللي لازم نستخدمها عشان نستخدم المواصلات العامه وكمان نستخدمها في المحلات. نفس الكارد اللي استخدمتها في المحل بستخدمها في المترو هي. ومعلومه مهمه في المترو، وانتوا على الاسكليتر لازم تقفوا على اليمين عشان الشمال ده للناس اللي بتطلع السلم على رجليه. شفت السياح بيغلطوا الغلطه دي. واحنا دلوقتي رايحين لاول اكتيفيتي في الرحله بتاعتنا، وهي الكيبل كارد عشان ناخدها لانتوا ايلاند عشان نشوف تيان تام بودا. وانا متاكده ان انا غلطت في كل الاسامي دي. انا مبسوطه ان ده اول مكان على الايتينري بتاعتنا عشان الفيو بتاع هونج كونج من الكيبل كاردز بجد تحفه. بنطلع على كام جبل، بنقدر نشوف هونج كونج كلها، بنشوف الجبال كلها اللي حوالين هونج كونج. بجد كان يستاهل. واكتر حاجه مضحكه في الموضوع ان انا وصاحبتي الاثنين عندنا فير اوف هايتس، بس قدرنا نستمتع بالفيو شويه. مش كل يوم بنشوف الفيو ده يعني. واول ما وصلنا لاخر جبل قدرنا نشوف تيان تام بودا من بعيد. المكان اللي فيه البودا عامل زي قريه صغيره مليان محلات ومطاعم، بس انا ما اقدرش اعمل ريكومنديشن لاي المطاعم اللي هناك عشان للاسف ما اكلتش في اي حاجه فيها. بس فيها كوفي شوبس وفيها نقدر اشرب كوفي، اي درينكس، وكمان فيها محلات صغيره اشتريت منها سناك. وانا مبسوطه ان انا رحت المكان بدري الصبح عشان كان فاضي شويه، قدرت اخد صور، قدرت الف براحتي، شفت التمبلز اللي هناك. كان بجد يستاهل ان انا اصحى بدري عشان اشوف كل ده من غير ما تكون مسحوم، وفي ناس في كل حته. والمعابد اللي هناك حلوه قوي، وانا بحب الاركتكتشر والهيستوري لاي مكان اروحه واعرف كل حاجه عنه. لفيت في المعبد الاول قبل ما اطلع على بودا عشان عارفه ان نفسي هيتقطع عشان السلم، وانا كل ده مسرعه. السلم طويل جدا ومش مريح، فالناس اللي ركابها بتوجعها زي صاحبتي استنت تحت، وانا طلعت عشان اشوف بودا واتصور واشوف الفيو من فوق. ولما تفتكروا ان انتوا وصلتوا اخيرا، لا، في دورين سلالم كمان تقدروا تطلعوهم عشان تشوفوا بودا كده، وعشان الفيو ده it was totally worth it. قطعت النفس بتاعت السلالم يعني. كمية هدوء وراحة نفسية هنا. وبعد ما نخلص الهدوء والسيرانتي ده نطلع على المدينة بزحمتها. لو انتوا ما بتحبوش الزحمة فأكيد مش هتحبوا المنطقة ديت في هونج كونج، وهي منطقة الليديز ماركت. ليديز ماركت موجود في منطقة مونج كونج، ودي أحسن منطقة للشوبينج في هونج كونج كلها. I totally recommend it. لو عايزين تعملوا أي شوبينج لازم تروحوا المنطقة ديت الأول، تشوفوا فيها كل حاجة قبل ما تروحوا محلات وتشتروا أي حاجة. لازم تشوفوا الأسعار هناك، وكمان بتفصلوا لحد ما يطلع عنكم. يعني هيقولوا لكم على حاجة ب100 بتقولهم على 20، ولازم يكون عندكم صبر وتطلعوا روحهم وتطلعوا روحكم وانتوا بتفصلوا، عشان هتلاقوا كل حاجة وهتكونوا عايزين تشتروا كل حاجة. يوم تاني نطلع على منطقة تامبل ستريت، ودي مش بريكومندد خالص للشوبينج، بس رحناها عشان ناكل أكلة حلال. أنا عمري مجربت التيبتن فود، فإني ألاقي حلال تيبتن فود في هونج كونج وكمان الريفيوز بتاعته كويسة جدا، فكان لازم أجربه. ولما رحنا المطعم مفيش مكان للقعدة، فسألونا تاخدوه تيك اواي ولا تطلعوا فوق تاكلوا، فاحنا قلنا لهم نطلع فوق ناكل. وساعتها صاحبتي اترعبت من المنظر. ما تقلقيش، في ناس انا شفت فيديوهات، ما تقلقيش، تعالي. scary. كل حاجه ليها بوست تحت وبعدين نطلعها فوق، فاهم يعني؟ Okay. القصه دي بقى بس هو الكمبيوتر مقفول. Thank you so much. Perfect. Thank you so much. اتاري في الجي بي اس واستخدمنا الجي بي اس وانت مكلمه. ما تقلقيش. There is someone here or we're alone? Just you two. Thank you. لو قتلونا اتهيألي الجي بي اس والناس اللي مكلمينا واللي احنا استخدمنا يقدروا يلاقوا جثتنا، ما تقلقيش. كده الدنيا كلها كده بيبان مقفله بالحديد والابواب مقفله بالحديد وبتاع. يا بنتي انت لما سبتي شنطتك في المحل وقعدت تلفي ورجعنا لقينا الشنطه مكانها. ما عارفه. صاحبتي قاعده مرعوبه من احنا قاعدين في بيت حد ومقفول علينا باب حديد، وانا قاعده بتفرج على المكان وبشوف كل الديكور. انا اوريدي عملت ريسيرش على المحل ده وشفت الفيديوهات بتاعتهم، وانا عارفه ان هو ده العادي بتاعهم. كمان ان هونج كونج very 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 safe، فانا ما كنتش مقلقه. وشويه وجابوا لنا الاكل. احنا طلبنا يمكن كل حاجه على المنيو عشان اعمل honest review على التيبتن فود كله. الصوص دي بس قوي. ده فرايد رايس، نودلز، فرايد فيجيتابلز، دي دمبلينجز من كل الانواع، بالكوري، بالفرايد، بالستيم، كل حاجه. ودي تشيكن كوري. اوف. حلو؟ بجد حلوه قوي. كم من 10؟
دي يعني 8 من 10. الفرايد فيجيتابلز على فكره فرايد فيجيتابلز تحفه. شاطره ان انت قلتي ان احنا نجيبها. لا بجد. دي اسمها مومو. لا حلوة قوي. نونو ما تخليهم يطلعوا لنا واحده تشيكن تاني. ايه يا ماما؟ كوري؟ طيب لسه في فرايد تشيكن، في فرايد رايس بالتشيكن. انت هتاكلي ايه ولا ايه؟ سي انت دقتي ده؟ لسه. حلو قوي، حلو قوي. بجد؟ كلهم بالتشيكن على فكره. مبسوطه ان احنا طلبنا اكل كتير عشان نجرب كل حاجه. الرايس في حته ثانيه. انت كمان؟ فرايد رايس تديله كام كده؟ عليه ايه ده؟ 20. انت عارفه اللي عليه ده فرايد انيونز. انا اول مره اشوف فرايد رايس عليه فرايد انيونز، ما بيحطوش الكلام ده. وهمي تشيكن، بصي قطعه تشيكن واحده. تشيكن، قطع فراخ، في قطع جوه. لا تعرفي اللي هو رز متحمر ده. مش رز، بصل محمر ده حلو قوي. عارفه ده اللي عايز بقى محتاج الساوند اللي هو البتنجان خد البرجر في حته ثانيه. هو ده بالظبط. بس السبايسي بتاعه حلو، اللي مبين الاكل، مش سبايسي اللي هو بيحرقك وخلاص كده وبيحرق لك بقك. لا دي بقى مش عارفه بالسبايسز بتاعتهم، وعارفه ليه هتكون حراقه. مش سبايسي قوي على فكره. هي سبايسي مش سبايسي قوي. السجر يا رب ما يكونش حد يقتلنا. هي داخله البيت عندنا. عادي ده بيتهم، فهي داخله البيت. عارفه متعوده ان اهلها بيطبخوا تحت في المطعم، وهي عايشه هنا، وتيجي تلاقي ناس قاعدين ياكلوا وهي تاكلها جوه. طبعا ما قدرناش نخلص كل الاكل اللي احنا طالبينه ده، عشان احنا طالبين اكل 4-5 افراد، وطالبين حاجه من كل حاجه على المنيو. فاللي احنا هنعمله ان احنا هنغطي الاطباق ديت وناخدها معانا، عشان دي لازم يتاكل كله ويخلص. هناخد الحاجه وننزل. يلا. اوكي ثانك يو. يلا بينا نروح ندفع. هنروح ندفع دلوقتي. حرفيا قالوا لنا انزلوا المحل ادفعوا، وادوني اكل كده. ممكن امشي اروح عادي يعني. هو فين المحل؟ انا اكلت واخدت الاكل ومشيت في الشارع ولسه ما دفعتش. Hi, we just need to pay for the food we ate upstairs. Sorry, 300? 370. 317. يعني 317. احنا كلنا اكلنا امبارح البيتزاية والبتاع المعفنة الخضار دي ب 290. احنا كل ده احنا بيتزاية سمول وخضار، حبة خضار معفنين حوالي 300. لا كل ده كان بيقولوا بيتزا اكس لارج. كل الاكل ده. خلصنا العشاء ويلا بينا على المترو ونطلع لحاجه انا برضو ريكومندد جدا لما تروحوا هونج كونج لازم تشوفوها، وهي اللايت شو. سكاي لاين فيو على الميه لهونج كونج كلها، المباني بالاضاءه، وكمان في مراكب كتيره جدا بتبقى مضيئه وبتعدي وانتوا باللايت شو بيحصل، فبجد it was worth it. تعرفوا ان المكان كان زحمه، فلازم تروحوا بدري عشان تحجزوا فيو كويس تتفرجوا على اللايت شو، وده اللي ما عملناهوش، بس مش مشكله، وي انجويد ات. ويلا دلوقتي على احسن اكتيفيتي واكتر حاجه كنا اكسايتد جدا ليها في هونج كونج، وهي ديزني لاند. هونج كونج عامله قطر مخصوص لديزني،
واضح طبعا من شكله من بره وكمان من جوه كله ديزني. ميكي ماوس موجود في كل حته في القطر ديت، فانجويد في الرحله القصيره هي بس وان ترين ستوب وتوصلوا على ديزني على طول. ديزني من الاكتيفيتي اللي انا بريكومند اللي هي تطرح بدري. احنا كنت فاكره ان كده الدنيا زحمه واحنا كنا رايحين الساعه 10 شويه 11، طلع ان الدنيا كده فاضيه على الظهر بتتزحم اكتر واكتر. كمان تعرفوا ان ديزني لاند في هونج كونج من اصغر ديزني لاندز في العالم. وهتلاحظوا ان الناس الكبار في البارك ديت اكتر من الاطفال. ايوه دي صاحبتي هي عيله من جوه برضو، وزي انا برضو عيله جدا من جوه. اول ما اخش ديزني لاند ودي اول اكتيفيتي عملناها اول ما دخلنا البارك عشان الويتنج تايم بتاعها كان قليل جدا. معظم الحاجات في البارك يا اما كانت بالانجلش او فيها فيرجن تاني بالانجلش عشان كده تكون تورست فريندلي، فقدرنا نتعامل بكل سهوله هناك. حبينا تكون اول لعبه لينا في ديزني تكون هاديه شويه عشان نبتدي يومنا بالراحه ونقدر ننجوي كده من غير ما نقف في طوابير طويله جدا فنبقى فرستريتد او نضيع طاقتنا من بدايه اليوم، فناخد حاجه هاديه كده. البرودكشن فاليو بتاعت اللعبه ديت كانت حلوه قوي. الموضوع كله كان كيوت جدا. هما بيعملوا كده تور اكنها في سفاري، بنورينا في الغابه، بيورونا كل الحاجات ديت اللي هي هيدروليك. الطفل اللي جوانا هو القديم هو مبسوط. تماسيح لعبه، بس على فكره التماسيح اللي في كينيا الحقيقيين شفتها كانت احسن بكتير، بس كويس ما اتضايقناش قوي. كان في كده بس الدنيا كويسه يعني. طبعا انتوا لو عارفيني فعارفين قد ايه انا بحب مارفل، فكانت لازم اروح العب كل اللعب بتاعت مارفل. الويتنج تايم بتاعها برضو كان قليل. it wasn't that bad. هو يمكن شكلها زحمه بس هي مش زحمه خالص، ويمكن احنا حاليا بنضيع وقت شويه قبل الباريد عشان مش عايزين نقف في طابور طويله قوي ونضيع علينا اهم حاجه وهي الباريد. فاول ما خلصنا اللعبه ديت جرينا على طول عشان الباريد كان هيبتدي خلاص. وهنا اكتشفنا ان الناس بتقعد تستنى اي اكتيفيتي بالساعتين 3 قبل ما الاكتيفيتي يبتدي، يعني مش هينفع نلحقه مثلا نص ساعه قبليها. بس لقينا جود سبوت نتفرج فيها على الباريد. وانا طبعا لازم اوريكم كل الفيفوريت كاركترز بتوعي في ديزني، بس للاسف مش هعرف اشغل لكم الصوت، وكان نفسي اوريكم الصوت والحاجات عشان تبقوا مندمجين مع الباريد نفسه، لكن انا خايفه اليوتيوب يعمل لي ديمونتايزيشن او يوقف لي الفيديو عشان الاصوات والميوزك اللي موجوده. فاتفرجوا عليها واسمعوا صوتي وتخيلوا الميوزك بتاعه الافلام ديت كلها كانت شغاله، فالناس كلها كانت بترقص ومندمجين جدا مع المنظر. وعايزه اقول لكم this is one of my very 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 favorite movies of Disney. فكنت مبسوطه جدا ان هم عندهم اكبر باريد، ولازم طبعا ختامه الباريد تكون بكل الديزني برنسسز كلهم شكلهم تحفه. البرفورمرز كانوا سو سويت، يعني وصلوا ان هم وقفوا يرقصوا معانا ويسلموا علينا كلهم. they were so nice. خلصنا الباريد وطلعنا نكمل بقيه الاكتيفيتيز، وديت من الحاجات اللي انا عملتها ان انا جبت الباسبور بتاع ديزني، وكل لعبه بخلصها بقدر اختم الختم بتاع اللعبه ديت فتبقى very unique سوفينير من كل لعبه ومن ديزني لاند في هونج كونج كلها. كان من اخر الحاجات اللي رحناها هي توي ستوري وارنديل اللي هي فروزن، عشان كانوا اكبر ويتنج تايم. حرفيا الويتنج تايم بتاعهم حوالي ساعه. فروزن I totally recommend it، وبرضو recommend ان انتوا ما تغلطوش غلطتنا وتخلوها للاخر. الافضل انكم تعملوا فروزن في الاول خالص، اول ما توصلوا ديزني تروحوا على طول على فروزن تعملوها، وبعد كده تنجوي بقيه البارك. ولو قدرتوا بعد في اخر اليوم تدخلوها تاني فياريت. it was the absolutely best attraction موجوده في ديزني لاند في هونج كونج كلها. وتاني برضو انا مش عارفة اشغل لكم الصوت عشان برضو الميوزك اللي موجودة فيه، لكن طبعا مشغلين اغاني فروزن كلها. المكان كله كان ماجيكال كده، كانت حاجات اكنها حقيقية، شايفين كل فروزن موجودة قدامنا. it was totally worth it. قعدنا حوالي ساعة انتظار لحد ما دخلناه، ويعني كان نفسنا لو عملناه في الاول كنا ممكن في اخر اليوم عملناه تاني. واعتقد فروزن ليها فاست باس لوحدها تقدروا تشتروه، بس احنا اشترينا فاست باس مختلف. انا وانتي بس هنا مفيش غيرنا. لا بس الزحمه. الفاست باس اللي احنا اشتريناه كان 3 مع بعض، ال3 اتراكشنز مش موجود منهم فروزن. مش بريكومند الفاست باس ده عشان استخدمناه اللعبه واحده مرتين. كلاكيت تاني مره مشاهدين هم انا لا مش هتنزل. لا I recommend اللعب في توي ستوري عشان كل اللعب الموجوده هناك حلوه جدا. Reach for the sky! جه وقت المين ايفنت وهو الفاينل شو لديزني، واحنا ما صدقناش كميه الزحمه اللي موجوده، عشان ما اعتقدش ان احنا شفنا كل الناس دول في اليوم كله في ديزني، بس مره واحده لقينا الناس كلهم موجودين. بس the show it was really nice.
الناس هناك تاني بيستنوا بالساعتين والثلاث ساعات قبل الشو، ودي حاجة احنا ما كناش نقدر نعملها عشان مش هنضيع ساعتين 3 ساعات مستنيين عشان نتفرج على الشو. it was worth it definitely. بس للأسف ما لقيناش مكان كويس جدا وفيو كويس جدا نقدر نتفرج على كل حاجة، بس it was nice. طبعا بعد ما الشو خلص الناس كلهم راحوا للمترو، وكويس جدا ان ديزني ليها مترو خاص بيها، بس تخيلوا الاعداد ديت لو ما كانش مترو بينقل كل الناس ديت كان زماننا اخدنا اضعاف الوقت اللي احنا اخدناه. طبعا انتوا فاكرين البيفور اول اليوم كان عامل ازاي، دلوقتي المنظر عامل ازاي، فريكومند طبعا المصر. وقت لاخر ليله لينا في هونج كونج، واحنا دلوقتي رايحين ناكل اكله حلال برضو لقيته بالصدفه على جوجل، والمفاجاه الكبرى ان هو اكل كوري مغربي حلال في هونج كونج، برضو كومبينيشن غريبه جدا بس اكيد لازم نجرب ده. يعني انا طلبت اكل كوري، صاحبتي طلبت شيش طاووق. كنت فاكراها قطع لحمه، طلعت اللي هي قالت لي ميت بولز. ميت بولز. الحمد لله اللي هو تقول ميت بولز. هي اصلا مش عارفه اي حاجه الحقيقه. هي انستنت نودلز مش اديني الساعه كده. طب كل حته فعلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوه ما ماي تقولش انت جاد. مصري وبتعمل اوه ماي اكل كوري. جاد. لا مش كوري، مش تبعي. امال مين اللي بيعمل اكل كوري؟ البنات اللي جوه. اوه ماي كوريين؟ جاد. بعمل مغربي وبعمل اللبناني. ومين اللي بيعمل الكوري؟ حد ما مش حد كوري طبعا. لا صينيين؟ ايه؟ صينيين؟ لا امال مين؟ فلبينيين. عشان كده عشان كده انتوا من مصر؟ انا من مصر. اجدع ناس. جايين لقينا اكله حلال اخيرا يعني. انتوا قاعدين قد ايه؟ لا خلاص احنا ماشيين بكره. لا والله. كنتوا بقى قد ايه؟ جايين شغل يعني؟ لا احنا جينا بس كام يوم اجازه كده 3 ايام يعني، بقى لنا 3 ايام خلاص. انت عرفت ازاي احنا مصريين جت لنا؟ لا انا فكرت انت من اسيا فدخل اسالكم على الاكل. لا بس اول ما قربت لقيت القعده والتربيعه عرفت. اقنعت صاحبتي ان هي تجرب التبوكي، ما بتحبش تغامر مع الاكل في اسيا زيي، فما كانتش مقتنعه خالص باللي انا بقوله لها. شم حلوه. لا ساتسفاينج. سخنه كده، حاسه ان هو محتاجه اكل شتوي، عارفه؟ لسه ليها اكل شتوي. حلوة. اكل شتوي. لما كانت سبايسي قوي قوي كنت اكلت منها كتير. شمزوري. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. كده شاي ده انت بس انت شاي بلبن ولبتون يا بنت. شاي ولبتون. صح. ده احنا قلبنا يعني، احنا في مصر مطعم كوري. لا شاي بنعناع. ربنا يخليك. شكرا على الواجب ده. ميرسي. ربنا معاك ويوفقك يا رب. ونهيت رحلتي في هونج كونج مع المونستر بيلدينج، not recommended بتاتا.